دكتور باحس إن يومي روتيني أوي، يعني باحس بملل في يومي هل ده له علاقة بمرض نفسي أو في حل معين أقدر أكسر بيه الملل أو الروتين ده؟ الملل جزء من تكويننا النفسي. لما بنعمل حاجة وبنستمر عليها بنصاب بالملل عادي. الملل علشان ربنا عز وجل يعلم ان ده جزء من تكويننا النفسي، عمل لنا نهار وليل عشان ما نملش، عمل لنا تنوع في العبادات عشان ما نملش، عمل لنا صيف وشتاء عشان ما نملش. في حياتنا لما بنحس بالملل نعرف نفرق بين الاتنين ازاي. شعور مؤقت لو هو جاء النهارده وبعد كده فقت، وبعد يومين ثلاثة اسبوع جاء تاني وبعد كده فقت، ده كده شعور مؤقت مرتبط بالحدث. لكن اضطراب الاكتئاب بيستمر ما بينتهيش حتى لو غيرت الروتين، حاولت تعمل رياضة، حاولت تبقى اجتماعي اكتر، ولكن جواك شعور انطفاء اللي هو حضرتك بتقول عليه مجازة كده ملل. حضرتك بتقول شعور ملل، لكن ممكن اوضحها لك اكتر. هو ممكن تحس بانطفاء من جواك ضلمة، في كرب جوه مش عارف سببه، فانت بترجع له الروتين. لو الحالة دي استمرت فده يبقى اضطراب اكتئاب. ممكن بيصاحب الحالة دي، عشان نقدر نقول ان ده اضطراب اكتئاب، بيصاحبها اعراض تانية زي اضطرابات في النوم، زي اضطراب يعني بتنام كتير او ما بتنامش خالص، اضطرابات في الاكل، بتاكل كتير او ما بتاكلش خالص، ممكن يبقى تنميل في اطرافك في ايديك ورجليك، ممكن يبقى في اضطرابات في المعدة، امساك، اسهال، مغص، ممكن يبقى في صداع، ممكن يبقى في خفقان في القلب، في سرعة تنفس. الاعراض دي مجتمعة، مش هنقول ان ده مؤقت، هنقول ان ده اضطراب اكتئاب.